السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض هالبيتزا المميزة هذه. بس كيف حعملها؟ مش بالفرن، حعملها بالقلاية. كيف بالقلاية؟ ولا أسهل من هيك. أسهل وأسرع بيتزا على الإطلاق، ما بتاخدش معاكي وقت ولا بدك تستنيها تخمر ولا أي حاجة. يعني جاي عبالك تقومي تعملي بيتزا، بتقومي حالا وسريعا وبتعمليها. شوفوا معايا الفيديو، نبدأ بسم الله. أول شي الطحين، بحتاج لطحين، بفضل أنا أخله لولا مرة واحدة. بدي مية دافية للعجن، حليب بودرة، خميرة وسكر وملح وبيكنج باودر وزيت نباتي، والمقادير على جنب الشاشة إن شاء الله. بدي أضيف الزيت على الطحين والحليب والخميرة والبيكنج باودر والسكر والملح، بخلطهم، بضيف عليهم المية الدافية. والحلو بهذه الطريقة بخلط بالمعلقة أو بالويسك زي ما تحبي. بدها تكون العجينة تقيلة، أتقل من البانكيك بشوية، بالشكل هذا. بضل أحركها تمام تجانست، بغطيها وبتركها على جنب لحد بس ما أجهز أغراض البيتزا. صوص البيتزا أنا عملته قبل هيك، هحط لكم الرابط في مربع الوصف تحت هذا الفيديو. بدي جبنة وبدي الأغراض التانية، سجق، فليفلة وزيتون وفطر. القلاية على النار بدهنها بالزيت. بدي أضيف العجينة عشان تسهل علي فردها. معلقة بغمسها بالزيت بظهرها وبفردها، بسهل علي عملية فردها عشان تكون شكلها دائري بالشكل هذا. بدي أضيف صوص البيتزا وأفرده، وبدي أضيف الجبنة والأغراض التانية، الزيتون والسجق والفليفلة والفطر. لازم أغطيها وأتركها على نار هادية من 10 دقايق، تاخدش ربع ساعة، يعني 10 دقايق 12 دقيقة. كيف بدي أعرف إنها استوت؟ بحرك القلاية بالشكل هذا، بتكون مش ملزقة وبتتحرك بسهولة. بطلعها وبقطعها، وهيك أسرع بيتزا ممكن تعمليها، يعني ما فيش أسهل من هيك، والطعم تحفة. بنصحكم تجربوها. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.